السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. حبايب قلبي وحشتوني جدا، بنعتذر عن الغيبة. ان شاء الله نرجع بقوة بإذن الله تعالى. النهاردة هنعمل مع بعض روتين سهل وخفيف كده، ان شاء الله يا رب تستفادوا منه. مش هنتخطى كده المطبخ خلاص. هنعمل النهاردة ملوخية بالأرانب. جبت أرنب صغير زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ومهم جدا في الأرنب ده بعد السلخ ان انت تنضفيه كويس زي ما انت شايفة بالشكل ده، علشان مكان السلخ في الدهنة اللي بتكون البسيطة اللي على جلد الأرنب دي بيكون فيها شعر صغير كده مكان السلخ. خلي بالك من النقطة دي، اوعي تسيبي دهون على الأرنب من فوق كده، بيكون عليه بواقي شعر مكان السلخ وانتي بتعمليه. طبعا مش انا اللي عملته، هو جاي لي مسلوخ جاهز من عند الناس اللي احنا جايبينها منه. بتجيبيه بقى وتنضفيه وتنقعيه في ملح وخل ودقيق وليمون نص ساعة وتنضفيه كويس. بعد كده هنعمل ايه؟ جبت حلة، حطيت فيها كده معلقة من السمنة وقدحتها كويس جدا، وانزل بالأرنب بتاعي واديله تشويحة وصدمة حلوة كده. الأرنب ده حجمه صغير، عشان تاخدي أرانب طعمها حلو وشوربة مسكرة تعملي منها أحلى ملوخية، تجيبي الأرانب اللي بتكون صغيرة، بتبقى نفس طعم الفراخ البلد ويمكن أحلى وأطعم. لكن الحجم الكبير مش بفضله بصراحة. خلاص زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد ما نقلبه بالشكل ده ونديله صدمة، نزلت هنا عليه بجزراية طماطماية بصلاية. ومهم جدا واساسي في الارنب ان انتوا تحطي كده فصين من التوم، لان الارنب بيكون ليه ريحة كده مش ظريفة، فطبعا التوم بيقضلك على الريحة دي. رشة فلفل اسود، رشة ورق لوري وحبهان مطحون. ونقلب بقى الكلام الجميل ده كله كده مع بعض ونسيبه ياخد صدمة مع التوابل. وننزل بفص واحد كده من المستكة، هيودي الطعم في حتة تانية خالص. بعد ما حطيت المستكة بتاخدي، طبعا انا مفروض كنت احطها الاول لكن انا كنت نسيتها، فجبتها كده وعملت لها مكان عشان تسيح معايا. وانزل بقى هنا كمان بورقتين من ورق اللوري ورشة كده من بهارات الفراخ، واسيبها بقى كده تتشمع وتستوي. بعد كده انزل بكمية المية بتاعتي. طبعا الارنب هنا صغير جدا، يعني تقريبا عامل كيلو ونص او حاجة زي كده، مش اكتر من كده. لان لما بيكون كبير بياخد وقت في السوا، مش بيديكي نتيجة الفراخ البلدي. نزود هنا بقى المية، وكمان ننزل برشة من الملح ونغطي عليها ونسيبها بقى تستوي وتعيش حياتها كده مع نفسها. ما خدش معايا اي وقت في التسوية خالص، زي ما قلت لكم هو ارنب صغير ما بياخدش اي وقت، كمان لحمته بتكون طرية وبتكون مسكرة كده. خلاص اسيبه بقى لما يستوي وبعدين نشوف شكله هيكون عامل ازاي. وادي الارانب بتاعتي بعد ما استوت خدت معايا حوالي نص ساعة على النار، وطبعا نار هادية مش عالية. طلعت معايا الشوربة بالجمال والطعامة دي. هنص- هنصفيها من الخضار اللي فيها ونحطيها كده في حلة صغيرة ونعمل عليها احلى شوية ملوخية. تعالوا بقى هنا للخطوة التانية، هناخد كده الأرانب بتاعتنا كده في طبق تتصفى كويس من الشوربة، ونعمل لها خلطة حلوة جدا هتفرق جدا في طعمها وكمان في لونها بعد التحمير. بس قبل أي حاجة طبعا هنعمل الملوخية بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. جبت هنا الشوربة بتاعتي في حلة وأديها غلوة واحدة بس. أول ما تغلي معايا أطفي النار وانزل بالملوخية بتاعتي، ونعمل كمان الدقة بتاعتها. آه، 3 4 فصوص كده من التوم، عليهم كزبرة ناشفة، نديهم كده تحميرة حلوة، وننزل بالملوخية بتاعتنا ونسيبها كده على جنب. وطبعا ما نغطيهاش عشان ما تسقطش مننا وتعمل على الوش كده طبقة من المية. خلاص حلو الكلام، حلو قوي لحد كده. بصوا احلى شوية ملوخية هتاكليهم بجد بشوربة الارانب دي. شايفين شكلها تحفة. تعالوا بقى هنا نعمل الخلطة اللي انا بقول لكم عليها. جبت هنا طماطمية مبشورة عليها ملح وفلفل اسود، مش اكتر من كده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب هنا الارانب بتاعتنا ونغمسها كويس جدا في الخلطة اللي انت شايفاها دي. بصوا الطريقة دي بتفرق جدا في لون وفي طعم الفراخ بتاعتنا او الارانب بتاعتنا. ممكن برضو تعملي بيها الفراخ، ممكن كمان تعملي بيها اللحمة، بتفرق جدا في اي نوع لحوم انت بتعمليه. جبت هنا طاسة كانت مكان تحمير بطاطس، وانزل بقى بالارانب بتاعتي بالشكل ده واديها تحميرة عادية خالص زيها زي اي لحوم. شايفين اللون بتاعها بعد التحمير بقى عامل ازاي؟ تحفة ما شاء الله. شايفين اللون بتاعها ده؟ علشان الطماطم اللي احنا حطيناها بتفرق جدا في لونها بعد التحمير، وكمان بتديكي طراوة، مش بتخلي اللحوم بتاعتك تبقى ناشفة. خلاص ممكن برضو زي ما قلنا تعمليها في اللحمة او في الفراخ بالطريقة دي.
عملت هنا جنبها الملوخية، وعملت كمان شوية بسلة، وعملت شوية رز بشعرية، والغدا كان سهل وبسيط وما خدش معايا اي وقت. الف هنا وشفا على قلوبهم يا رب، والف هنا وشفا للي هيجرب طريقتي في الارانب. تعالوا هنا بقى نعمل كيكة الأفران اللي بتكون في القوالب اللي هي الألمونيا دي، اللي بتتباع سعرها 15 جنيه. مش عارفة الصراحة على ايه، يعني الطبق بيكون صغير جدا ولكن السعر بيكون مبالغ فيه شوية. جبت هنا حبيتين من البيض، وعليهم كمان كوباية من اللبن، كوباية من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، وطبعا يكون زيت نوع نظيف وكويس عشان يديكي نتيجة كويسة في الكيكة. هنزل كمان بظرفين من الفانيليا، ونضرب الكلام ده كله كده مع بعض في الخلاط. ممكن كمان تضربيهم كده بالمضرب اليدوي، مفيش اي مشكلة خالص. الكيكة سهلة اصلا، يعني الكيكة سهلة جدا. جبت هنا بولة وافضي فيها الخليط بتاعي بعد ما اتضرب كويس جدا بالشكل ده، واجيب هنا معلقة كمان كبيرة كده من الخل واضيفها كده على المواد السائلة ونقلب. بعد كده اجيب كمية الدقيق بتاعته، وهي معايا كوبايتين من الدقيق. ممكن تضاعفي الكمية وتحطي كل الكمية دي في صينية واحدة، برضه هتديكي نتيجة كويسة. لكن انا حابة اعملها زي فكرة الافران بالظبط، ونشوف التكلفة فعلا تستاهل اللي هم بيبيعوها. طبعا هي كل حاجة غلت، ولكن برضو كتير عليها ان هي تكون بالتمن ده طبعا ال15 جنيه قبل الارتفاع البيض واللبن والحاجات دي. ما بالك بقى دلوقتي ارتفاعها بعد الغلا، هيكون السعر الطبق هيكون عامل ازاي؟ يعني مثلا ممكن نبقى في مشوار ومعايا ابني او معايا حد صغير ومحتاج ان هو ياكل حاجة خفيفة، اروح مثلا في الفرن بدل ما اجيب مقرمشات او اجيب معجنات، بقوم جايبة طبق كيكة بيكون افيد واحسن انه يشبعه. فبلاقي التمن بتاعه بيكون غالي جدا. طب وعلى ايه اصلا؟ انا مش فاهمة ليه طبق زي ده صغير يكون بالتمن ده. يعني ممكن دلوقتي يتخطى ال25 جنيه. طب انت الصينية كلها شوفي انت عملتها بكام، او عملتي كام طبق بنفس الكمية دي الفكرة من الموضوع يعني. وفي ناس بتقطعها وتحطها كده في اطباق فل وتبيع الطبق، بيكون فيه 3 4 قطع برضو ب15 و20 جنيه، برضو مبالغ فيه جدا. جبت هنا الاطباق اللي هي الحراريه دي، ممكن تعملي زي ما قلت لك كل ده في صينيه واحده وتقطعيها قطع، هتديكي نفس الموضوع. لكن ده فكرته ممكن الناس اللي هي شغاله في بيع الاونلاين تعملها بنفس الطريقه دي، وتحط عليها كمان طبقات من الكريمه والصوص كده من فوق وتبيعها، هتديها نتيجه حلوه جدا. وممكن مثلا لو انت عاملاها لبيتك زي ما انا عاملاها، برضو هتعمليها بنفس الطريقه وهتديكي برضو نتيجه حلوه جدا. لو انت هتعملي في كبات صغيره هترمي معاكي كميه، بصي ضعف دي اضعاف كمان، يعني لان انا حاطه نص القالب، فانا عايزه الارتفاع عالي. لو انت هتعمليها صغيره عن كده هترمي معاكي كميه حلوه جدا. كوبايتين الدقيق وشويه حاجات بسيطه عملناها، عملت معايا الجمال اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، على فكرة انا بعد ما عملتها ونزلتها خلاص، عملت لها نص كوباية من الكريمة الخام، وحطيتها كده على الوش وشوية فرماسيل كده من فوق، وكانت لذيذة جدا جدا. بصوا الطراوة بتاعتها. بصوا انا مرضتش طبعا ان انا اقلبها وهي سخنة، لان لو قلبتها وهي سخنة هتتفرفت مني. بصوا من احلى واجمل الكيكات اللي انت ممكن تعمليها، هشة وطرية ومكوناتها لا تذكر. مفيش القوالب دي في صينية واعمليها، تديكي نتيجة حلوة جدا. لولادك في المدرسة، للعشاء بالليل كده، حاجة خفيفة حلوة جدا وبسيطة، وفكرتها مش مكلفة ابدا. طبعا الطبق اللي انت شايفاه ده عامل حوالي تقريبا جنيه تقريبا، مش فاكره انا كنت شارياه بكام. ببقى اشتري كميه وبتفضل عندي الحاجات زي كده، بتنفع جدا وبتفرق معايا. يعني لو انا عامله صينيه كيكه كبيره تفضل معايا شويه صغيرين كده بحطهم في القوالب دي، بتديني نتيجه حلوه جدا جدا. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو بحاجه، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.